انك اول ما بتتخرج انت لازم تدق على اكتر من باب لحد ما تعرف مين فيهم الباب اللي هيفتح معاك. انا فاكره ان اول مرتب ده انا اخدته رحت اديته للشخص بتاع التاكسي اللي كان بيوصلني. انا بس مش مشكله عندي ان انا حتى اخد مبلغ، بس هي الفكره كلها ان انا عايزه اخد اكسبيرينس واخد خبره من الايه، من السوق العماني. ما بصيتش على ان انا هاخد فلوس، لا بصيت ان انا هطلع كل طاقتي وشغلي يطلع مظبوط ايا كان. لو اديتني ريال واديتني 100 صدقيني هو ده اللي هعمله، حتى لو مش هتديني حاجه بس نكون متفقين من الاول ان احنا هيكون الموضوع فري. من ارتضى الاجر فليتقن العمل. بس محتاج تتقوى في الانجليش بشكل عام لمده 3 شهور او شهرين على حسب المستوى، وبعد كده بعدين تاخد كورس الايلتس، لان كورس الايلتس ما هو الا عباره عن تكنيكات واستراتيجيات. انا بتاكد ان المعلومه وصلت ومش بس فهمتها، انا بديلك تمارين وانت امامي اشرف عليك. لذلك كلمه ان مثلا تحت اشراف الفلاني الفلاني دي في حد ذاتها تحسس بالاهتمام. انت هتاخد الكورس باشراف مني. اشراف دي يعني انا مش هسيبك في وسط المجموعه، لا انا هدخل واعرفك في نقاط الضعف اللي عندك وفي نقاط القوه اللي عندك وده دور بقى كابيتال اكاديمي بشكل عام. ده مايند ماب. هنا هنتكلم عن الحياة والبزنس، إدارة، مبيعات، تسويق وغيرها من المجالات. مايند ماب هو مكان هنسمع فيه وجهة نظر عقول مميزة وعندها معلومة حقيقية. أنا عارفة إن أنتي خريجة كلية علوم جيولوجيا، فإيه علاقة ده بالآيلتس ومدربة معتمدة هي الفكرة كلها ان انا بشوف احتياج السوق كان محتاج لايه في الفترة دي. طبعا اول ما بدأت في كورسز حاجات كتيرة جدا بحكم ان انا خريجة كلية العلوم وكنت دايما بحب الكيمستري والفيزيكس. فمن ضمن الحاجات اني دخل معاهم الانجليش صدفة. ان مثلا في الاول واحدة عندها ابنها ضعيف صف سابع تقريبا اولى اعدادي، وسمعنا عن مس أميرة، طب ممكن تديله كورس في الانجليش مع الفيزيكس مع الكيمستري. فالموضوع بدأ مش ان انا اتخصصت، لا الموضوع بدأ ان كل الكورسات انا بديها، حتى لغة عربية كنت بدي في الفترة اللي انا كنت محتاجة اني انا ادخل في مجال التدريس. وكنت عارفة من قبليها ان انا شاطرة في موضوع البرزنتيشن من ايام الكلية. دي النقطة دي انا كنت عارفة ان انا شاطرة اني اشرح اي حاجة افهمها واذاكرها كويس هشرحها. أميرة اللي بتذاكر للدفعة كلها بالظبط. وحتى كنت اجمع صحابي بعد المحاضرة واقعد اشرح لهم الموضوع كده ببساطة. من هنا بقى جت الفكرة اني انا لقيت نفسي مهتمة قوي بالانجليش، لقيت نفسي السوق محتاج قوي في الجانب ده. حتى لو كان في معلمين او مدربين شاطرين، بس مشكلة السوق اللي انا لاحظتها ان هما بيشرحوا بطريقة متقدمة جدا. انت محتاج تمسك الطالب او المتدرب تبدأ معاه من الصفر، كأني أنا بقول لك تعالى نتعلم من الأول كده الحروف. هي الفكرة كلها كده. حلو. فدي النقطة اللي بعدين أنا اكتشفت إن هي ميزتني عن الباقي، إن أنا ببدأ معاك واحدة واحدة أيا كان الفئة العمرية اللي أنا بستهدفها، بس أنا ببدأ معاك من البيزك ومن الأساسيات، قواعد، كلمات، هنحفظ القاعدة، هنغنيها مع بعض، اللي هي طريقتنا إحنا يعني عموما اللي إحنا دايما بنحبها في موضوع التدريس. فزي ما قلت لي كده ان انا اديت اكتر من حاجه، انجليش كورسز، فيزيكس، كيمستري، حتى انا فاكره برضو كنت بدي في العربي. يعني الفكره كلها ان انا كنت عايزه مصدر دخل يعني في البدايه ككورسات. لقيت ان الناس كتير بتشكر في موضوع الانجليش. طيب انا شايفه ان انا ببسط المعلومه، مش الفكره كلها هنا انك انت صاحب خبره كبيره في المجال، لا الفكره كلها انك عندك القدره على تبسيط المعلومة بقدر الإمكان. هي دي الفكرة. أيا كان إن ممكن يكون حد أشطر منك في المجال، بس أنت قادر توصل المعلومة بطريقتنا. انت برضو بتتكلمي عن سوق عمان، جميل. فأكيد في فرق ثقافات، في فرق لغة. مظبوط. فازاي بقى أميرة المصرية حلو هتقدر تتواصل؟ هما طبعا نفس لغتنا، نفس ثقافتهم، طبعا الثقافة العربية بتاعتنا. جميل. بس برضو في فرق اعتقد في المايند سيت، في الثقافة. هما ممكن ليهم افكار حلو. تبقى مختلفة. تعاملتي مع الوضع ازاي كفتاة مصرية؟ في حاجة بتميز قوي الشعب العماني ان هم شعب هادي، هادي جدا، مش زينا. احنا على طول بسرعة بسرعة بسرعة. نقدر نقول دمنا حامي صح، بس مش ما ينفعش معاهم نشتغل بسرعة بسرعة بسرعة. هم عايزين حد هادي شاطر وهادي، ما تحطش اللي قدامك تحت ضغط او توتر.
الفكرة دي موجودة معانا هنا في دكاترة الجامعة. هو يكون فاكر ان انا كل ما احطك تحت ضغط وتوتر، نفس ما كان بيحصل معايا كده في الكلية، انا كده بطلع افضل ما فيك. لكن للأسف الموضوع ده معاهم لا للأسف مش كويس ابدا. فالفكرة ان هي اول حاجة شخصيتي هادية، هم هاديين، شرحي كان فيه بساطة جدا، بستخدم ادوات وتولز بسيطة جدا. فمن هنا بدأ ان هو الاول مرتاح لك نفسيا، انا مرتاح وانت حلو. بتتكلم معايا بهدوء، مرتاح وانت بتحاول انك مش تكرر المعلومة، لا مش بتحطني تحت ضغط، بتطمني. دي نقطة مهمة جدا، ان انا بشوف ان المعلم او المدرس او المدرب انت المفترض تطمن اللي قدامك في المرحلة التعليمية دي بالذات. هو محتاج انك تقوله لا ذاكر، وحتى لو ما جبتش مجموع او درجة تأكد ان الخير اللي انت بتعمله ده مش هيروح هباء ابدا، بالعكس حلو. انت بتعمل خير وبتجتهد وبتعمل اللي عليك. ده في حد ذاته انا بعدين اكتشفت ان كأني بدي جلسات نفسية للطلاب. والله احنا حتى في مصر محتاجين هو بصراحة أيوة، يعني بعد الضغط اللي أنا كنت فيه في كلية العلوم كنت حاسة فعلا إن الدكاترة هم معتقدين، خاصة إن هم شايفين إن أنا لما أحطك تحت ضغط أطلع أفضل نسخة، وده فعلا حصل. بس مش بتنفع مع كل الشخصيات. شخصية زي أنا لأ، أنا محتاجة أكون هادية وأذاكر وأعيد المحاضرة مرة واتنين وتلاتة وأخططها وأعمل ملخص. فدي نفس الطريقة اللي أنا اتبعتها معاهم. المشاهدين أميرة أول مدربة مصرية في السوق العماني، هي مدربة ايلتس معتمدة في برضو بريسلتا. أيوة، إعداد مدربين ما شاء الله، يعني معتمدة برضو من كامبريدج. في نفس الوقت بزنس اونر، وبزنس اونر في السوق العماني، فسوق مختلف، في اكسبيرينس وفي حيلة. أيوة. يعني حابة اتكلم معاكي فيها بقى. جميل. في نقطة انت ذكرتيها كويسة قوي، اللي هي موضوع بيزنس اونر. الفكرة كلها ان انا شايفة ان مجال التدريب من اكتر المجالات اللي ممكن تخليك رائد اعمال. والموضوع للعلم هو جه صدفة، يعني انا والله لقيت سمعتي بقت كويسة قوي في المجال، والناس بقت تطلب طب ليه ما اجرش قاعة بدل ما اروح مثلا البيت ادي الحصة او الكورس. طيب شوية شوية ليه ممكن ان انا بدل ما اجر قاعة ممكن اروح مثلا مكان معتمد ادي فيه الكورسز والحصص. فتيجي هنا الفكرة ان انا اول حاجة طب ما اعمليش لي صفحة على الانستجرام وابني لي بيرسونال براند ويكون خاص بي يعني. حلو ان انتي بدأتي تتكلمي في الماركتينج اصلا بالزبط. وفي البيزنس بالظبط، في سكيلز تانية غير الايلتس غير الانجليش اصلا. بالظبط، دي من الحاجات برضو اللي بتخليك انت كبزنس اونر لازم تكون عارف كل الديتيلز في مشروعك. يعني انا عارفة الديتيلز في التسويق، حتى لو انا مش اشطر حد في التسويق بس اقدر اشرف على التيم تبع التسويق. مثلا التصميم، الاشياء اللي كلها اللي بتكون تندرج تحت التسويق بشكل عام، لازم تكون فاهم ايه الحاجات التفاصيل في مجالك، مش بس تخصصك وبتدي حصة وخلاص. عشان كده لما كنت بقعد مع مدربين بالذات في الانجليش يقولك انا مدرب بس مش اداري. دي بحسها نقطة انك انت خليت نفسك في زون واحدة، انك هتفضل طول حياتك مثلا مدرب. لكن انا لا مدرب، وانا مثلا بدي افكار الكورس بتاعي ازاي ممكن اجذب الجمهور، وانا اللي بقى الخاص بنفسي، فانا اللي بعمل كل حاجة في الاول لوحدي. بعدين بتلاقي ان التاسكات الكتيرة اللي انت بتعملها لوحدك دي محتاج حد يساعدك فيها. فصدفة لقيت نفسك بقى عندك 1 2 1 2 3 1 2 3 4 عندي فريق. طب ما يلا نعمل معهد. يعني الفكرة كده بتيجي بالتدريج، لكن انت تكون مخطط من الاول انا عايز اعمل معهد، انا عايز اتخصص في الانجليش، عايز اتخصص مثلا في الكورسز. لا الموضوع انا بسميه انك اول ما بتتخرج انت لازم يعني تدق على اكتر من باب لحد ما تعرف مين فيهم الباب اللي هيفتح معاك. انا شايفة ان دي كانت الحاجة اللي فادتني، ودي النصيحة حتى اللي دايما بقدمها لاي حد. تعالي بقى نمسك واحدة واحدة. حلو. اول حاجة عمان. يعني عايزة افهم رحلتك في عمان عامة كانت عاملة ازاي؟ هو انا في الاول كنت موجودة في عمان، وبعد ما خلصت الصف الثاني عشر اللي هي بنقدر نقول عليها ثالثة ثانوي، بعدين رحت الجامعة، جات لي في التنسيق كلية العلوم. وكانت كلية العلوم من الكليات علوم اسكندرية. علوم اسكندرية صح. كانت كلية العلوم من الكليات اللي عمري ما كنتش اتوقع ان ادخلها. انا كان هدفي ان انا ادخل كلية الطب، وكنت زعلانة جدا واهلي زعلانين جدا من الموضوع، واميرة الدحيحة الشاطرة الاولى على الدفعة.
داخله كليه العلوم، لا انت تستاهلي مثلا كليه احسن من كده، طب يلا نعيد السنه. انا بحب اقول الحاجات دي عشان بتعرفك يعني قدر ربنا في حاجه احنا فاكرين ان هي مثلا مش خير لينا، بعدين بيرجع بيك الزمن مرة تانية وبتقول أنا لو رجع هعمل نفس اللي أنا عملته، لا وأكتر كمان لو كان عندي المقدرة. فأخدت الكلية في 4 سنين الحمد لله، وتخرجت بتقدير امتياز ومرتب على الدفعة. وجيت في الكلية كان قدام مني فرصة إني أتعين معيدة. هنا بقى ده كان برضو قرارات مصيرية. لازم تاخدها، ومش عارف بقى هي صح أو غلط. طبعا انت طالعة مرتبة على الدفعة، عندك فرصة انك تتعيني معيدة، وانت اصلا هدفك انك تكوني دكتورة جامعية، دي من ضمن الاهداف يعني اللي كانت عندي. ومذاكر 4 سنين بتقدير. طيب دي فرصة كويسة جدا. في نفس الوقت كانت قدام مني فرصة ان انا اسافر في سلطنة عمان. فحسيت بقى الموضوع شوية الاختيار صعب، يا ترى انا اكمل هنا ولا اسافر. وحبيت اذكر نقطة كمان مهمة، ان اهلي اصلا في عمان، يعني فترة الكلية أنا كنت هنا، فكنت حاسة إن برضو هنا كأن أنا قاعدة في مكان غربة بالنسبة لي. فبعديها بقى أخدت القرار وقلت لا أنا بسافر إن شاء الله يكون خير. وأنا مسافرة قلت طيب أنا هسافر كده 6 شهور أشوف إيه الوضع، ولو ما عجبنيش الوضع هرجع تاني مصر. في نقطة بقى عايزة أذكرها بمناسبة الصف الثاني عشر. أنا كنت طالعة من البلد دي في الصف الثاني عشر، قلت انا مش هدخل المكان ده تاني عشان انا حاسه ممكن ان انا مش هعرف اتطور فيه. يعني كنت شايفه ان انا لا مش حابه ادخل هنا تاني، مش عايزه ادرس هنا. طالعه مثلا شويه متضايقه، مش متضايقه من البلد، ممكن يكون عندك مثلا خبره مش كويسه في المكان مع ناس معينه، بعدين طلعتي فحسيتي لا انا مش عايزه المكان ده تاني، انا هطلع. فسبحان الله تدور الأيام، وده برضو يثبت لك قدر ربنا إنك ترجع ويكون شغلك فيه وتستقر فيه وأسرتك فيها. فبرضو دي من الحاجات اللي أنا بقول عليها إن ما ينفعش إنك تحكم لا أنا مش هعمل كده تاني، يمكن الحاجة دي تكون خير ليك بعدين في المستقبل. نرجع بقى لنقطة إن أنا لما خلصت ورجعت وقلت أنا عايزة أشوف أول 6 شهور. اول ما رحت اتفاجئت ان انا عشان اشتغل مدرسة، طبعا الخبرة اللي موجودة هنا في مصر انك اول ما تسافر الخليج هتشتغل على طول. للأسف التحديات كانت كبيرة جدا جدا جدا، لدرجة ان انا تقريبا اشتغلت فوق اول سنة فوق 10 انواع مختلفة من الشغل. اشتغلت في شركة تسويق، اشتغلت في شركات تبع العقارات، اشتغلت اكتر من حاجة بس علشان انا مش عارفة انا اشتغل ايه. موضوع التدريس كان في بالي، بس لقيت الموضوع مش بسيط. لازم يكون معاكي دبلوم تربوي، انت خريجة كلية علوم، لازم يكون عندك حاجة اسمها دبلوم تربوي اللي هو التأهيل التربوي. لا لازم يكون معاكي بقى الايه، الايلتس. اه تمام. هنا بقى هنا نقطة التحول. هنا فعلا نقطة التحول. الايلتس ده كان من ضمن المتطلبات انك تشتغلي مدرسة مع مم. حاجة اسمها دبلوم تربوي. واتقالت لي بشكل مباشر انك حتى لو جبت الايلتس انت ما عندكيش دبلوم تربوي، فلازم ترجعي وتدرسي تاني دبلوم تربوي. طيب ايه الحل؟ الحل ان انا اشوف شغل مثلا مكتب ممكن يكون محتاج حد منسقة زي سكرتيرة مثلا او حاجة. ودي كانت خطوة كويسة جدا اني بدأت هنا بقى اندمج مع السوق العماني واشوف الناس واتعامل معاهم، والكوميونيكيشن سكيلز ما بيننا. رؤيتك للسوق العماني أو لسلطنة عمان اختلفت في الفترة من قبل ما كنت طبعا وانتي طالبة طبعا لو انتي بتشتغل؟ طبعا اندمجتي اندماج كامل، بالظبط مفيهوش بقى تدخل. بالظبط يعني دايما الأهالي عندنا ده صح ده صح. غلط، اعمل ما تعملش. بالظبط اندمجتي بقى معاهم، فهنا بقى وضحت الرؤية. بالظبط. انت لما تكوني موجودة كطالبة انت لسه ما زالت قراراتك بتاخديها مش بنسبة 100%. في برضو ماما وبابا بيتحكموا في القرارات. لما رجعت اشتغل لا انا بنسبة كبيرة، طيب انا بقى خلوني اشوف انا هعمل ايه. حلو. مع ان برضو الاغلب كان مرجح لا لازم تشتغلي مدرسة في مدرسة خاصة، وده بالفعل حصل. بس الاول نرجع لنقطة ان انا لسه في اول 6 شهور. في أول 6 شهور بقيت أقدم على وظائف مكتبية بمرتب بسيط جدا. أنا فاكرة إن أول مرتب ده أنا أخدته رحت اديته للشخص بتاع التاكسي اللي كان بيوصلني. يا هو يعني أنا بس مش مشكلة عندي إن أنا حتى آخد مبلغ، بس هي الفكرة كلها إن أنا عايزة آخد experience وآخد خبرة من الإيه، من السوق العماني. بعديها لقيت برضو إن في تحدي إن الناس عايزة يكون ليكي إقامة في البلد. طب انا ماليش اقامه في البلد لان انا معديه سن القانوني 21 سنه.
انت لازم تشتغلي في مكان، والمكان اللي تشتغلي فيه ده تكون اقامتك عليه. فحتى الشغلانات البسيطة جدا في المكاتب برضو ما كانتش متاحة بالنسبة لي، لانك انت ما عندكيش ما زلت اقامة في البلد، انت موجودة بس كده مثلا فترة سياحة. في الفترة دي كان في برضو تحدي انك انت عديتي 21 ممكن او ممكن لا. في الفترة دي هنا بدأت ان انا اقول طيب اعمل ايه، خلاص هروح في مدرسة خاصة واقول لهم طيب ممكن تشغلوني معاكم تدريب، وفي الفترة دي أنا هدرس التأهيل التربوي أو الدبلوم التربوي، وهدرس كمان الآيلتس علشان بعد كده أتعين. وبالفعل أول مدرسة قابلتني كانت في الخوض، أنا فاكراها. أنا فاكرة إن أول مرتب أخدته فيها زي ما قلت لك كده اديته على طول بتاع التاكسي، بس كانت الفكرة كلها إن أنا عايزة أدخل بقى المدرسة وأبدأ إني أتعامل مع أولياء الأمور ومع الأطفال وكده. لكن كانت المشكلة هنا إن حتى كمان المدرسة عشان تعملك إقامة لازم يكون عندك شهادة خبرة. في ايه؟ في احنا تعبنا. فهنا بدأت اتفاجئ تحديات كتيرة قوي. جدا. هنا بدأت، انا فاكرة اليوم ده رجعت البيت حضرت شنطتي قلت خلاص انا هسافر، لان انا جربت كذا حاجة وبقالي فترة بقى الكلام ده مثلا اخد مني في حدود 3-4 شهور. تمام. صدفة بننزل ابليكيشن اسمه اوبن سوق، معروف دايما في الخليج، بتنزل عليه وظائف وكده. صدفة لقيت في شركة منزلة إعلان إن محتاجة منسقة دي اللي هي تجمع الفواتير تراجع الحاجات دي فترة الصبح براتب كذا، وإحنا ممكن نعمل لك الإقامة. هنا بقى بدأت إن أنا أقول طيب أوكي هروح وأبدأ معاهم في المقابلة الشخصية، أعرفهم بنفسي وأكون واضحة معاهم إن أنا ما عنديش إقامة. برضو صدفة إن في نفس الوقت كان الوالد بيشتغل على موضوع الإقامة بتاعتي، فعملوا لي كده زي exception case ان خلاص تاخد هي الإقامة على كفالة الوالد نفسه، على وزارة التربية والتعليم، لأن الوالد على التربية والتعليم. فانتي بتفضل الحاجة مقفولة أمامك فترة طويلة جدا، بس ربنا هنا بيبقى عايز يشوف صبرك، وعند النقطة اللي خلاص هتستسلمي فيها تبدأ ان كل حاجة فجأة تفتح معاكي مرة واحدة، ما بتسلمي عمرك لربنا بالظبط. بقى خلاص. بالظبط. يعني انا فاكرة ان انا فعلا رجعت البيت وجمعت شنطتي قلت لا انا هنزل تاني يوم تالت يوم خلاص انا كنت في وظيفة وبراتب كان بالنسبة لي برضو كويس. طيب انا بخلص الشغل الساعة كام؟ الساعة 2 اقعد فاضية؟ لا طبعا. انا كده انا عندي وقت كتير فاضي، اعمل ايه؟ اقعد فاضية؟ لا طبعا. طبعا عايزة ازود دخلي اكتر، وفي الفترة دي أنا كنت محتاجة فلوس. طيب اعمل ايه؟ طيب بالاوبن سوق الابليكيشن البسيط جدا ده، طب ليه ما نزلش عليه اعلان ان متوفر معلمة لغة انجليزية وكيمستري وفيزيكس، ولو حد محتاجها بالساعة ممكن يكون، ويلا بقيت بقى التليفونات تيجي طيب ممكن نعرف مثلا انتي بتدي الكورس بكام، مش عارفة ايه كده. انا فاكرة اول كورس اديت في الساعة مش عارفة بريال حاجة زي كده. اللي هو لا الله انا مبسوطة ان الناس بدأت تتصل بيا اصلا. هنا الكورسز بقى بدأت ان انا اتعرف في المجال شوية شوية بقى. الكلام ده طبعا كان في 2018 19. هو انا ليه ما اعمليش صفحة على انستجرام؟ لما بدأت تجيلي الفيدباك من اولياء الامور، طبعا اول ما اشتغلت مع صف سابع تامن تاسع، دي اول بقى حركة تسويقية. بالظبط. لا انا لازم الفيدباك والكلام، والله يحفظش وانتي ما شاء الله وابني بيشكر فيكي ولازم تجيلنا واحنا هنخلص الصيف وتبتدي معانا الفصل اللي جاي. حلو. مع اني انا كنت شايفة ان انا ما عملتش حاجة كبيرة، بس كل اللي انا عملته ان انا ما بصيتش على ان انا هاخد فلوس، لا بصيت ان انا هطلع كل طاقتي وشغلي يطلع مظبوط ايا كان. يعني انت لو اديتني ريال او 100 هو نفس المجهود. دي كانت دايما في بالي، اللي هتديهولي انا هعمل اخر ما عندي. دي برضو بترجع لفكرة المذاكرة من ايام الكلية من ايام المدرسة، ان انا هجيب اخري. فوالله جبت امتياز في المادة اوكي، ما جبتش امتياز بيني وبين نفسي انا راضية ان ده كان اخري، فاكيد الدرجة دي خير ليا في حاجة تانية بقى. من هنا بقى بدأت ان انا افتح صفحة الانستجرام اللي هي AMA Finger Zone. هنا بدأت ان انا بس اعرض اراء اولياء الامور كتابة كده على الواتساب، اخد سكرين شوت للكتابة واحطها في الانستجرام بس كده. ودي كانت تقريبا كل خلفيتي عن الانستجرام، ان انا بس فتحت بيج جديدة وحطيت فيها بس الاراء. شوية شوية بدأت ان انا دخلت كورونا. فلما دخلت كورونا الناس بدأت تقعد في البيت، والمدرسة الخاصة اللي انا كنت فيها قالت خلاص احنا كده هنقفل. طب كورونا مشكلة، كانت مشكلة مع الكل. جيت انا قلت اقعد في البيت
اهدى ما اشتغلش، لا طبعا بدات ان انا افتح اليوتيوب واتعلم على حاجه اسمها زوم ميتنج، وكنتش اول مره في حياتي اصلا اخد حاجه اسمها اونلاين كورس. بدات ان انا اخد كورس، في كورسات كتير موجوده على اليوتيوب مجانا، ان ازاي انا كمعلم ادي كورس اونلاين. فاكره ان في خاصيه في الزوم ميتنج انك ممكن انك تشتغلي فيها فري من غير ما تعملي اشتراك، بس كل 40 دقيقه هيفصل منك ده كان جميل جدا يعني، عادي اتس اوكي. وكنت اعرفهم يعني، شوف المصداقيه ان انا كنت اقول لهم ايه، بصوا انتوا تدخلوا معايا في الكورس الاونلاين بس كل 40 دقيقه هيفصل، فهرسل لك رابط تاني. لسه اصلا مش عارفه ان ممكن يكون ليكي بيرسونال روم، الروم دي انك تقدري تبعتي رابط واحد بس يمشي معاكي. فبعرفهم من الاول عشان ما حدش يتضايق. طيب عادي يا استاذه واللي انت تشوفيه وكده. فكانت كورونا بقى بالنسبه لي هي نقطه التحول. انا في البيت موجوده، وكان في بقى حظر تجوال في الفتره دي، وكان في حظر التجوال معانا في عمان غيب حتى عن مصر. يعني احنا قعدنا لحد 2021 في حظر تجوال. لحد 2021 انا فاكره لحد 8 2021 واحنا معانا حظر تجوال. لا تقريبا قعدنا حظر تجوال شهر ونص. شهر ونص يعني بتختلف طبعا من بلد للتانية. هنا بقى بدأت ان انا ادي اونلاين كورسز بقى، ودي كانت النقطة الصح. انك الاول في بعض المشاريع بدل ما تتحمس على طول وتروح تفتح مكان وتأجر وكده، لا انت قيس السوق عن طريق الاونلاين. يعني دايما بقول لو عندك برودكت ايا كان، دلوقتي احنا اصبحنا في زمن انك تقدر تقيس السوق من وانت قاعد في مكانك. طيب انا هعلن ان متوفر كورسات اونلاين، والله اشوف جه اقبال او لا. التحدي في المشكله دي وفي السنه دي تقريبا مع كل المشاريع ان ما كانش لسه حد مقتنع بان ممكن قوه الاونلاين. مظبوط. فدي بقى بتيجي من قوه المدرب انه يطور نفسه اكتر ويشتغل بقى على الوايت بورد ويسجل الحصه ويعمل ملخصات اونلاين ويبعتها مثلا PDF عن طريق الواتساب. فدي كانت اول حاجه تحدي، ان انا كنت بس احاول اقنع الطالب. هنا بقى بدات استهدف ناس كبيره، لان الاونلاين برضو لقيته في الاول مش هينفع مع الاطفال. انك بس تحاول تقنع الشخص انه ممكن لا الاونلاين هيكون كويس، وهسجل لك الحصه وابعتها لك، وكمان هدي لك ملخصات على الواتساب وكده يعني. فلقيت الموضوع بقى كويس جدا، وبدات الناس السوق العماني فيه ميزه جميله جدا ان هم قبائل. تمام. فأستاذة ميرنا أخدت عندي كورس الآيلتس. أستاذة ميرنا دي ممكن تجيب لي 10 تانيين من غير أنا ما أدفع ريال واحد في التسويق. دي ميزة، دي بنسميها في الماركتنج ريفيلر ماركتنج، كان عميل بيجيب عميل. بالظبط. ودي قوتها هناك أكتر، لأن بيروح يقول ولد عمي ولد خالتي، فأنا بالتالي هنا عملت إيه. بس هي برضو بس خلي بالك هي برضو نقدر نقول عليها سلاح ذو حدين. لان لو انت معاه انت دايما لا انا مش هطلعك من عندي غير وانت راضي جدا. يعني حتى دي كانت بتحصل ان احنا بعد ما بخلص الكورس استفدت، لا انا حاسس مثلا ان انا كنت متوقع كذا وبقى كذا، طيب حاضر انا هكون معاك لحد ما توصل للتوقع تبعك. حلو قوي. ايوه دي كانت كويسه جدا، خاصه انك انت لسه في الاول. فانا مش هدفي ان انا اجمع فلوس، هدفي ابني لي قاعده بيانات، ومع قاعده البيانات محتاجه برضو اني ابني السمعه الكويسه اللي هتكون في عمل. طبعا هو كلام منظم، بس واحد لما بيبقى في قلب الحدث مبقاش بيفكر بالظبط بالنظام ده. بالظبط. هي توفيق ربنا في الاول. الحمد لله. طبعا انا دايما بقول ان هي مش شطاره اكتر من توفيق ربنا. وحاجه كمان عايزه اقولها، اتقانك الغير طبيعي في العمل. يعني لو اديتني ريال واديتني 100 صدقيني هو ده اللي هعمله، حتى لو مش هتديني حاجه بس نكون متفقين من الاول ان احنا هيكون الموضوع فري. من ارتضى الاجر فليتقن العمل. دي من الحاجات اللي انا بحس ان في معظم الدول بشكل عام النقطه دي ناقصه قوي، خاصه في الدول اللي ما شاء الله فيها فلوس او معتمدين على البترول. فهو يكون فاكر ان الشخص ده عادي اخد منه فلوس واديله مثلا كواليتي بسيطه عادي هو راضي. لا، فبدات الناس ان هي تحس لا ده في كواليتي كويسه جدا وفلوس بسيطه، او فلوس في الاول تكون معقوله بالنسبه لهم. فانا دايما بشوف ان صح هي توفيق واتقان. حتى دايما بقول ان المجتهد احسن من الذكي الكسول. مظبوط. يعني انت ممكن تكون ذكي بس كسول، لكن المجتهد ممكن يجتهد لحد ما يوصل لمستوى ذكاء قد الذكي الكسول واعلى بقى منه. لا، وهيكون عنده خبرة بقى في عدة مجالات لانه بيجتهد بيتحرك
مش ثابت. طيب كست بقى، يعني احنا هنا كستات حلو. في المجتمع المصري طبعا بنلقى كل الدعم بالظبط. وكل الحب. بالظبط. انا بهزر. ف... فكبزنس اونر حلو. ست في مجتمع عماني، مجتمع شرقي، هل كان في بعض التحفظات او بعض المشاكل اللي قابلتك بسبب انك فيميل؟ جميل. النقطة دي مهمة جدا. أنا ما كنتش عارفة، أنا جاية من مصر بثقافتي المصرية في الأول، تمام. فالنقطة دي بدأت إن أنا أتأقلم شوية على الوضع. بس في ميزة برضو في عمان إن هم بيعاملوا الست بحقوق كافية جدا. يعني مثلا إيه، هو لو شافك بتجتهدي ممكن يدعمك انت أكتر من الراجل، لأن هو بالنسبة له إيه ده، الله، واحدة ست وبتكافح وبتجتهد. فبتلاقي في ناس ممكن تدعمك بطريقة قوية جدا، خاصة ان الموضوع ده ممكن يكون مثلا بالنسبة له واو، انت واحدة ست وبتكافحي وبتجتهدي وعايزة مثلا انك انت تجمعي مبلغ او وراكي مثلا مسؤوليات. فدي في حد ذاتها، لان الطبيعي يعني كشرعا لا، انت مفترض ما بتعمليش كده. يعني ايه بقى الفرق ما بين، هو سؤال مش تكنيكال، ايه بقى الفرق ما بين الست المصرية والست العمانية عامة في الحياة؟ يعني في الحياة أسلوب بشكل الحياة عام، عامة. من وجهة نظري أنا، المجتمع العماني من وجهة نظري بدون زعل هو بيطبق الشريعة الإسلامية. دي من وجهة نظري أنا. حلو. ولكن عشان ما نظلمش الست المصرية، الست المصرية هي بتكون هي مظلومة. هي مضطرة، أنا مضطرة أطلع واشتغل واتبهدل. أنت لو جيت قلت لها اقعدي في البيت وخدي المبلغ اللي انت بتشتغلي بيه، أنا شفت تقريبا فيديو قالت له أنا شغلي كله لا شغلي، قالها شغلك ده كام، 1,300,000، اتفضلي اقعدي. ففي ستات كتير بعيد عن ان هي عايزة تبني الكارير بتاعها وتشتغل وكده، هي بتشتغل عشان هي محطوطة في ظرف لازم تشتغل فيه ومسؤولة عن الناس. بعيد بقى عن اللي بتشتغل مثلا دلع او انا عايزة ابني الكارير بتاعي، ودي حاجة كويسة جدا. وده على فكرة برضو من ضمن الحاجات اللي خلتني في الاول اشتغل. لا، انا ذاكرت واجتهدت، مش هقعد في البيت. الست العمانية والمجتمع العماني زي ما قلت هو بيطبق الشريعة الإسلامية. انت كرجل مسؤول عني وعن أولادي، فأنا دوري الأساسي انت وتربية الأولاد. فأنا إذا تكرمت وطلعت واشتغلت، فهي تكون بينها وبين نفسها فاهمة ان انا بساعدك. برغم ان انا قابلت كتير نساء عمانيات مكافحات جدا جدا، لان برضو اتحطوا تحت الظروف اللي اتحطت فيها الست المصرية. فبس الاساس في الاول، لو هنرجع برضو لورا، لا، هم بيطبقوا الشريعة الاسلامية، وللعلم هو ده الصح. انا اذكر موقف انت حكيتهولي، بعيدا بقى عن نقطة الست، كنا بنتكلم عن لو حادثة حصلت في عمان، ولو حادثة حصلت لو 2 خبطوا بعض في عمان، ولو 2 خبطوا بعض في في مصر. مصر، ايوه ما دي فقلتي لي ان هما لما يخبطوا بعض بينزلوا يسلموا على بعض. انا بجد والله. اندهشت. انا فاكره ان انا من شهرين يعني مش هيعوروا؟ لا، انا من شهرين نزلت، كنت سايقه رايحه المعهد وبسرعه وكان رمضان تقريبا من شهرين. في الفتره دي انا كنت بسوق بسرعه ورحت انا اللي خبطت في حد، انا اللي خبطته. فانا قعدت مثلا من الصدمه كده اعيط، لقيتهم بيهدوني وجايبين لي ميه، اهدي بس. فهم زي ما قلت لك من الحاجات الكويسه، شعب هادي وراقي وعنده سلام نفسي كتير. فمش هتعاني من نقطة الايه بقى، في تنشن في الكلام دايما وفي شد ولازم انا افكر الكلمة اللي انت بتقولها دي ايه اللي وراه. لا، مفيش حاجة وراه، هي الكلمة بس. هو اللي انا عايز اقوله لك هو عايز اقوله لك، لو مش عايز اقول مش هقول بالظبط. دي واضحين. على فكرة دي من الحاجات اللي ريحتني انا شخصيا، لان انتي اصلا شخصيتك كده. دي كانت من الحاجات اللي انا مش عايزة ابذل معاك مجهود في التفكير في ان انت الكلمة دي تقصد، ما تخليك واضح. دي من الحاجات اللي ريحتني كتير. انا نص مجهودي في الشغل ده نسيتك. طب انت تقصد ويا ترى كان قصده ايه؟ دي من الحاجات يعني الكويسة جدا اللي ريحتني معاهم في التعامل يعني بشكل عام. حلو. ففكرة الحادثة دي فعلا بينزلوا يسلموا على بعض، واذا واحدة ست لا خليكي في مكانك، نتصل بالشرطة. مش معنى نتصل بالشرطة يعني دي حاجة مش كويسة، نتصل بالشرطة عشان ممكن نكون احنا مختلفين، انت غلطان ولا انا. يعني انا خبطت فيه وكنت مقتنعة ان هو اللي غلطان. فجت الشرطة اكيد فجت الشرطة قالت لي لا انت اللي غلطانة، لانك انت يعني وقفتي عليه الطريق كده.
بس انا كنت ماشيه وشفته وقال لي لا بس انت اللي غلط. طيب خلاص ماشي انت. فده بيكون مدخل الشرطه بيبقى اجراء. بالظبط. مم. بتتسجل بقى علشان مثلا لا قدر الله لو في حد فيه اصابات او حاجه تكون متسجله في الشرطه بالطريقه دي يعني. طيب اسمع برضو عن المجتمع العماني، يعني انا كده دخلنا شويه في كم الديف. اخدت كم معلومه. اسمع برضو ان القوانين هناك very sharp بالظبط. يعني. فكلميني كده عن الاكسبيرينس مع ايه، مع فكرة التعامل مع بلد قوانين فيها صارمة وتطبيقها برضو صارم. ممكن احنا هنا برضو الموضوع عندنا شوية مختلف. كمي. فتعايشتي مع الامر ده ازاي؟ الموضوع ده بدأت أواجهه من أول بقى ما بدأت أمشي في إجراءات بنقول عليها تخليص معاملات. من أول ما بدأت أخد الخطوة إن أنا أفتح المعهد. طبعا فكرة إن أنا أفتح المعهد جت الأول من إن أنا عندي تيم بيشتغل أونلاين. بعد كده شوية شوية طب ما يلا نعمل فريق، طب ما يلا نعمل معهد. بدأت بقى إن أنا أشوف فيه إجراءات كتير، ولكن برضو نقدر نقول هي كويسة لان بتحافظ برضو على يعني الصورة للمكان، الصورة هو الأطراف جميعا. بالظبط. في نفس الوقت ممكن لو شخص مبتدئ هيعاني شوية مثلا شوية، لكن مش شرط برضو، لان ممكن انت تكون في الاول هتعاني بس بعدين خلاص بقى انت لو جيت فتحت مشروع تاني بقى عندك خبرة كويسة جدا انك تفتح مشروع في بريطانيا حتى. بقى نتكلم على الايلتس. حلو تمام. انا لو حد بيجنر وعايز ابدا كورسز ايلتس ومش عارف التراك اللي انا المفروض امشي فيه ازاي، فيعني انا المفروض اعمل ايه بقى؟ جميل. فكرة الايلتس دي دايما انا بعملها حتى عندي في المعهد. بجلس معاهم كده جلسة من قبل ما يدفع اي مبلغ وبقول لهم خلي بالك الايلتس هو عبارة عن اختبار لغة انجليزية. ده يعني في الاول، فاول حاجة هيكون معتمد على لغتك الانجليزية. تمام. فانا دايما اقول ان يفضل من الاول اعمل لك اختبار تحديد مستوى. ما نفترض مثلا استاذة ميرنا جت عندنا وقالت انا عايزه اخد الايس عشان اكمل الماستر مثلا. اول حاجه بسم الله هعمل لك اختبار تحديد مستوى. ايه فكره اختبار تحديد مستوى؟ بالعكس هي حتى بتطمنهم. انا بطمن اللي قدامي، انا صادقه معاك، لان في النقطه اللي جايه دي بقى انت مستواك مثلا نفترض A2. طب انت محتاج تجيب درجه كام؟ 7. طيب خلي بالك درجه 7 دي درجه كبيره، يعني مفترض مستواك في الانجليش ما يقلش عن B2. فانا هكون صريحه وواضحه معاك ان مش بعمل كده عشاني انا عشان ما تطلعش من الكورس وتقول ما استفدتش، لان ده جات لي الفكره دي من لما لقيت في ناس تطلع من الكورس في نفس الكورس حد يقول لك انا استفدت قوي 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 وحد يقول لك لا انا ما استفدتش. هنا بدات اقول فين المشكله. المشكله ان ممكن يكون في اختلاف في المستويات بشكل عام. طيب اختلاف المستويات دي احنا نعمل لها ايه بقى؟ نعمل لك في الاول اختبار تحديد مستوى عشان انت نفسك ممكن تكون مش عارف مستواك في الانجليش. فنعمل لك اختبار تحديد مستوى معتمد وتقدر من خلال الاختبار ده تحدد انت مشكلتك فين. لاحظت بقى ان كمان في اختبار تحديد المستوى ان انا عندي سكيلز اعلى من التانية. انت في التحدث شاطرة جدا، في الكتابة لا مثلا يعني. فتيجي بقى بتقولي دي حقيقة. بتقولي كده قدام الناس؟ لا مثلا ان شاء الله مثلا. فهنا بدأت برضو اني اعمل اكتر من اختبار بيحاكي كل مهارة. خلي بالك هنا هنعمل في الريدنج، في الرايتنج، في السبيكينج وهكذا. فهنا ببدأ اول حاجة اعمل لك اختبار تحديد المستوى. بديك بقى نصيحة. ما هو الفكرة هنا برضو اللي عايزة اقولها لك ان اي بيزنس اتعامل انك انت مكان الشخص اللي قدامك. دي من وجهة نظري انا. مظبوط. يعني انا هدفي مش اخد منك فلوس، لا انا بتعامل على ان هدفي مشروع يكبر وتطلع من عندي جدا راضي. بالعكس انت ممكن تجيلي تاني وتجيب حد بدالك. فانا احاول اشوف ان اكون ازاي واضحة معاك جدا وعادي ادفع برضو. عشان كده لما اعلي السعر او احط برايس انا فاهم انا بقدم ايه. تمام. فاول حاجه انا بعملها ان انا بعمل لك اللي هو اختبار تحديد المستوى واشوف مستواك في الانجليش. فبدي لك نصيحه، شوف انت مستواك تقريبا اقل من المتوسط وانت عايز درجه كذا صح. استشاره وجهه نظري روح اتقوى في الانجليش 2 إلى 3 شهور. ومش شرط تيجي عندي عشان مش انا اللي بدي التقويه. روح اتقوى مع نفسك عادي اتس اوكي. بس انا حابه اكون واضحه معاك من الاول ان اذا انت اخدت مثلا الريسك ورحت حجزت الاختبار اللي بمبلغ وقدره ودفعت معايا انا فلوس في كورس الايلتس،
مش شرط هتجيب الدرجة من أول مرة. يعني انت دلوقتي عندك كذا نوع من الكورس. في كورس اللي هو البريبريشن، الاعداد للايلتس، سميناه بقى بري ايلتس. يعني الايلتس نفسه كورس الايلتس، وفي بقى البري ايلتس. ايه بقى البري ايلتس؟ واحد جاي مستوى متوسط وعايز درجة ايلتس عالية. طيب انا وجهة نظري، حتى انا بكون بقول لهم نفس الطريقة، مش شرط تيجي تاخد الكورس عندي انا، بس انا وجهة نظري انك محتاج تتقوى في الانجليش بشكل عام لمدة 3 شهور او شهرين على حسب المستوى، وبعد كده بعدين تاخد كورس الايلتس. لان كورس الايلتس ما هو الا عبارة عن تكنيكات واستراتيجيات. انت عايزني اكتب ايه بالظبط علشان اخد الدرجة؟ والله انا في الرايتنج تاسك 1 مش عايز اكتب كونكلوجن. دي اول حاجة بسم الله بيتفاجئ بيها، ايه ده يعني مفيش خاتمة؟ مفيش خاتمة. ده انت لو عملت خاتمة كمان ممكن انك انت تقل درجة كبيرة جدا، لانك انت كده غلطت في هيكلة الرايتنج. فهو عبارة عن تكنيكات، بس انا التكنيكات دي هبنيها على اساس لغوي عندك انت. فمن هنا بقى ببدأ ان انا اول حاجة اعملها ان بنعمل حاجة اسمها اختبار تحديد المستوى. ده بيكون عبارة عن اونلاين واوفلاين. حلو. بعديها بندي استشارة اذا انت محتاج تقوية او لا. مستواكي طلع B2، يلا بسم الله ادخل على الكورس على طول. هنا بقى الناس بتبتدي ترتاح لك او بتحس انك انت هدفك. ان للأسف الفكرة اتكونت كده عند معظم الدول، ان الشخص ده جاي ايا كانت بقى الجنسية تبعه، ايا كانت انت جاي بتستغلني. فانت لما تقعدي معاه وتقولي لي شوف وحصل 1 2 3، طبعا الموضوع ده بياخد شوية جهد، بس بتعملي بقى سيستم. يعني يكون مثلا يوم واحد انا هجمع فيه مثلا 20 طالب كامل اعمله اختبار تحديد مستوى، يومين نطلع لهم النتيجة ونفهمهم بقى ان بناء على النتيجة دي انت تحتاج تقوية او لا. واذا احتجت تقويه مش شرط تيجي تقويه عندي، طب انا ما عنديش امكانيه ادفع للتقويه، عادي روح اتقوى في الانجليش وتعالى عندي مره تانية في الايلتس بس. وبعدين بندخل على كورس الايلتس. ده كده الايلتس. ايه بقى البري سلتا او سلتا؟ انا اول مره كنت اسمع كلمه سلتا دي على فكره كانت منك. فايه بقى سلتا يعني؟ اشرحي لي. في 2022 قبل ما افتح المعهد، يعني التحديات والمشاكل هي اللي بتخليك تفكر ان انا احل المشكله دي ازاي، فتلاقي في طرق تانية صدفه اتفتحت لك. يعني الفكره اساسها جايه منين؟ ان انا المفترض اكون معتمدة في وزارة التعليم العالي عشان ادي كورسز في الايلتس او في اي مجال في الانجليش. ما كانش لسه في سلت. حلو. كانت المشكلة اللي بتواجهني ان والله انت خريجة كلية علوم وازاي عايزة تدي كورسات في الانجليش؟ طيب اكيد كل حاجة ليها حل. لا ملهاش حل. شوية 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 لقيت ان في حاجة اسمه كورس معتمد دولي. اصلا كورس معتمد دولي ده معناه انك تقدر تدي الكورس في اي مكان في العالم. حلو قوي. فالكورس ده بمبلغ اوكي، وبتدخل فيه في وسط ناس بقى هم فعلا متخصصين انجليش. انا فاكره في كورس السلطه ده كان معايا حد بيقول انا بشتغل شيف في مطعم، بس هو شاطر وعايز يعمل بقى زي احنا بنقول ايه شيفت كارير، ان هو يروح على مجال تاني اللي هو الانجليش كورسز. فميزه السلطه ان هي بتستقبل ايا كانت وظيفتك او درجه البكالوريوس تبعك في الجامعه، هو بيستقبلك عادي وبيدربك انك تطلع مدرب. فانا كل ده ان انا بسعى للاعتماد داخل الدوله. الاعتماد الاول يعني انا بس كان هدفي ان انا اكون معتمده داخل سلطنه عمان، ده بس كان هدفي. طيب لما روحت في تحديات، طب ازاي احل المشكله دي؟ سمعت عن حاجه اسمها سلت، انا برضه ما كنتش اعرف عنها في 2022. طيب مبلغها كذا، طب في الحاله دي انا محتاجه اعمل ايه؟ مبلغها ضخم. طبعا مبلغها كبير، يعني بالنسبه لحد لسه مبتدئ في المجال ممكن يكون مبلغها كبير، وبتختلف برضه المبلغ على فرق العمله من مكان للتاني. بعدين بدأت ان انا ادخل الكورس ده واخده عن طريق معاهد معتمدة دولية. اخدت الكورس وخلصته في 3 شهور، وكان تحدي بالنسبة لي قوي جدا. انا فاكرة ان في اخر شهر بعت ايميل للانستراكتور تابعي ان انا هنسحب من الكورس، لان اذا رسبت مثلا لا قدر الله، مش شرط ترسبي عشان انتي مش شاطرة، ضغط شغل كبير كبير قوي، كأنك بتدرسي مثلا ماستر 2 في 3 شهور. انا فاكرة السيشن الواحدة كانت من الساعة 8 الصبح لحد الساعة مثلا 6، دي سيشن واحدة. نروح ناخد بريك وناكل ونرجع، وكان معانا مسلمين نروح نصلي ونرجع. فكان الموضوع كان كبير وضغط ومحتاج انك فعلا تكون متفرغ. انا حتى ما عرفتش ليه هم مضوني على ورقة ان لازم اكون متفرغة غير بعد ما خلصت الكورس. فهنا فهمت ايوه انا لازم اكون متفرغ. حاضر هيبقى متفرغ. لا طب انا مش متفرغ. هنا بقى فهمت. فكان قدام مني حلين في اخر شهر: انسحب. شوفي هي نفس النقطة تاني، بتحط في ضغط جامد جامد.
طب انا كده هنسحب. بعت ايميل انا فاكره وقلت لا انا هنسحب احسن بدل ما ارسب، لانك انت اذا رسبتي تقعدي سنتين تانيين عبال ما تقدمي ليها. ياه. يعني يا ريتك رسبتي وتدفعي فلوس تاني عشان لا تدخلي. خلاص، يعني يقولك ان انت حاليا مش جاهزه. الكورس ده فادني كتير فعلا. يعني انا كنت داخله ومتوقعه ايه، انا بقالي كام سنه خبره في المجال، 2018 19 20 21، انا دخلت في 22 تقريبا 5 سنين تقريبا. فداخله بقى اللي هو نعم عادي، اتس اوكي. يعني انا هبدا ان انا اشرح بطريقه جدا بسيطه، والموضوع بالنسبه لي انا مش لسه حد فريش، لا انا عندي خبره. لكن لا، اتعلمت منه ان مش شرط تكون مدرس شاطر، ومش يعني مش شرط تكون انت مثلا شاطر في حاجه قويه قوي بس مش عارف توصل المعلومه. يعني يبقى عندك knowledge عشان تقدر بالظبط توصل المعلومة. بالظبط ممكن يبقى عندك knowledge بس مش قادر توصل بالظبط. المعلومة. خلينا نعيد تاني صياغه الجمله. ايه الفرق ما بين المتحدث والمدرب؟ فرق كبير. ان ده قادر يوصل معلومة لطالب. المتحدث والمدرب الاتنين عندهم النوليدج والمعرفة، الاتنين هنعتبرهم نيتف. بالظبط. المتحدث ان هو بيتكلم زي مثلا الامام او الخطيب بيتكلم. المدرب لا، هو بيوصل لك المعلومة. دي اول حاجة. يعني التدريب هو جزء اصلا من التعليم، لذلك في فرق ما بين المعلم والمدرب. المدرب هو بيوصل لك المعلومة، بعدين يحاول انه يغير قناعاتك عن طريق بقى ان هو يحاول يوصل لك المعلومة دي بطريقة شوية مختلفة. بعدين يحاول انه يطور مهاراتك، بعدين يحاول انه هو يغير من سلوكياتك. كده انت مدرب. لما توصل معلومة، تغير القناعات، تطور المهارات، تغير السلوكيات، كده يتقال عليك مدرب. ده موضوع كبير. موضوع كبير جدا. لانك انت مش بس بتوصل معلومة، انا بتأكد ان المعلومة وصلت ومش بس فهمتها، انا بديلك تمارين وانت امامي اشرف عليك. لذلك كلمة ان مثلا تحت اشراف الفلاني دي في حد ذاتها تحسسك بالاهتمام. انت هتاخد الكورس باشراف مني. اشراف دي يعني انا مش هسيبك في وسط المجموعة، لا انا هدخل واعرفك في نقاط الضعف اللي عندك وفي نقاط القوة اللي عندك. وده دور بقى كابيتال اكاديمي بشكل عام. كابيتال اكاديمي دورها ان مش بس مس اميرة، لا مس اميرة والناس اللي مع مس اميرة في نفس التيم تبع التدريس لازم يتحولوا الى مدربين ايا كان بقى المجال. فهنا بقى بدأت الفكرة ان انا اخد السلطة على اساس ان انا محتاجة اكون مدرب معتمد. فاخدت الشهادة وكنت فرحانة بقى بيها جدا، وبدأت بقى ان انا اقول يا جماعة خلاص الحمد لله بقيت مدرب معتمد دولي. فبدأت الناس تسأل حتى اصحاب التخصص، طب احنا ازاي ناخد السلطة؟ مبلغها كذا. طب انت استفدتي منها ايه؟ استفدت ان انا اتعلمت تكنيكات واستراتيجيات معتمدة دولية في تدريس اللغة الانجليزية. طب احنا محتاجين الحاجات دي، طب احنا محتاجين كورس. انتي معروفة في المجال بالايلتس. فمن هنا جت فكرة الكورس اللي هو بري سيلتا، واللي انا كنت بدور على كورس زي ده قبل ما ادخل السيلتا، لان ما ينفعش انك تدخلي مش عارفة حاجة خالص. لان انا لاحظت ان الناس اشتغلتي على النيد اللي كانت عندك، بالظبط. الاحتياج اللي كان عندك اصلا. بالظبط. انتي بتكتشفي السوق محتاج ايه وتقولي يلا هبدأ بسم الله. اول حاجة سميت الكورس بري سيلتا، لقيت الناس مش عارفة. عملت حاجة اسمها بنقول عليها إعادة صياغة المحتوى. فسميتها كورس إعداد مدربين لغة إنجليزية. ده بقى لقيت عليه إقبال. طب ما هو بس انتي محتاجة توصلي المعلومة حتى وانتي بتسوقي. دي تقريبا انتي في التسويق محتاجة تبقي فاهمة العميل او الاودينس اللي انتي بتكلميه هو عايز يوصل له المعلومة ازاي. تسويق ان انتي توصلي للعميل، مش ان العميل يوصل. بالظبط. في كابيتال اكاديمي في السيلز معانا احنا دايما بنقول حاجة: لو انتي مش فاهمة تفاصيل الكورس وبيفيدوا ازاي، وانتي مقتنعة بالبرودكت كويس جدا، مش هتعرفي توصلي المعلومة دي دايما انا بقولها. يعني انتي مثلا بتروجي عن كورس الايلتس، سين من الناس لازم تكوني عارفة يعني ايه ايلتس اصلا، لازم تكوني فاهمة هو بيحتاجها ليه. يعني ما ينفعش طالب مثلا اعدادي يجي يقول انا محتاج ايلتس. ما ينفعش مثلا ممكن يكون حد خريج لسه جديد وعايز ايلتس وبس. احنا بنسأله انت ليش تحتاج الايلتس؟ انا محتاجه الايلتس طب وانا ليش احتاج الايلتس؟ ما هو ما ينفعش اخد الايلتس من اجل الايلتس. انت لازم تسألي نفسك، انت مثلا هنا في مصر اغلبهم بيحتاجوه في عملية الهجرة، لكن هناك في عمان، ما هنا بقى جات لي فكرة الايلتس في الاول من 2018 19
مفيش وظيفة أو معظم الوظائف بنسبة 80% محتاجة الآيلتس. أنا كنت رايحة أتعين على أساس إن أنا مدرسة، لقيت نفسي عندي عايزة الآيلتس ومش لاقي حد يديهولي. حتى لو فتحتي مثلا في channels أو في حاجات معينة، طب أنا محتاجة حد يتابع معايا، طب محتاجة حد يصحح لي الرايتنج، طب أنا عايزة أعرف أنا بكتب صح ولا غلط. طب ماشي، في ويب سايت وفي مواقع معتمدة، بس محتاجة حد يكون موجود معايا. لقيت برضو مش بالكواليتي او بالحاجه الكويسه اللي تقدري تعتمدي عليه، لان انت كده بتدفعي مبلغ ومستقبلك بقى وظيفه ماجستير، هتسافري تدرسي بره. فكان احتياج السوق في النقطه دي كويس جدا، وما ينفعش تفتحيها على اساس ان هي بيزنس ان انا اجمع فلوس، لان ده عليه دايما طلب. فلازم تبني يعني سمعه طيبه او كويسه جدا في المجال. فاحنا عشان كده بنسال يعني انت ليه محتاج الايتس، محتاج الوظيفه. طيب كام الدرجة؟ الحاجات دي احنا في الأول بنسألها للعميل. محتاج درجة كذا كذا، يلا نعمل لك اختبار تحديد مستوى. طيب لا أنا محتاجها علشان عايز أكمل الماستر أو البي اتش دي أو أيا كان، فأنت في الحالة دي محتاج إنك تاخد مثلا الآيلتس درجة كذا. أنا بكتشف إن في ناس بتيجي تقول أنا عايزة الآيلتس ومش عارفة هي الدرجة كام، أرجعه للجامعة تاني أو للهيئة أو المؤسسة اللي هو هيتوظف فيها، ونقول له روح اعرف منهم الدرجة، لأن الموضوع بيفرق. مش بس كده، انا بكتشف وانا داخل السيشن في الكورس ان في ناس مش عارفة ان انا المفترض في كل مهارة اجيب كام. هو بيبص على المجموع الكلي ان انا محتاج مثلا 7. طب انت محتاج كام في الريدنج وفي الرايتنج وفي الليسننج وفي السبيكينج؟ بتفرق. ممكن تكون شروط، روح اسأل عن الشروط كويس، لان ممكن يكون مثلا المجموع الكلي 7 بس ما يقلش عن 6 في كل مهارة. فعشان نحط خطة المذاكرة بشكل صحيح. انتي ما شاء الله الفترة اللي فاتت دي خدتي خبرة بقى تسويقية، ايه بقى اللي جاي في النقطة دي؟ يعني نقدر نقول مستقبل مثلا الأكاديمية أو مستقبل المعهد. بالظبط. طيب طبعا هي كابيتال أكاديمي هي عبارة عن مؤسسة تدريبية مقرها الرئيسي في مسقط، وهي بتنفذ مجموعة من الدورات التدريبية الأونلاين والأوفلاين، أوفلاين كورسز والأونلاين كورسز. في طبعا هنا تحديات بتواجه المعاهد بشكل عام، ان لازم عشان تشترك في كورس بعيد عن كابيتال أكاديمي، انك عشان تشترك في كورس لازم تكون موجود في مقر المعهد. فانا شغاله اونلاين كورسز من 2020 قبل ما يكون في كابيتال اكاديمي اللي هي دلوقتي مثلا نقدر نقول هتكمل سنه. بإذن ففي الحاله دي بنخلي الاونلاين، بس برضو في ناس عايزه اوفلاين. فنقدر نقول ان الخطه اللي جايه بعدين هي عمليه التوسع، ان بدل ما يكون المقر التدريبي الحضوري فقط في مسقط، لا احنا عايزين نطلع بره. داخل علينا موسم خريف، موسم صلاله، فليه ما نروحش للناس اللي في صلالة اللي هي مثلا في أقصى الجنوب ونديهم كورس آيلتس. أنا نسبة كبيرة جدا من الناس اللي معايا في الأونلاين من صلالة، ونفسهم كتير إن احنا نديهم الكورسات حضوري حتى لو مستفيد. بس برضو أنا عايزة أشوفكم، عايزة أشوف مثلا مس أمير، عايزة أتعامل معاها، عايزة أخليها تشوف بنفسي وأنا مثلا بكتب وأنا كده. 1 to 1 طبعا الموضوع بيفرق حتى لو كان جودة الأونلاين مهمة وتوفير للوقت للاتنين. ولكن نقدر نقول الخطة التسويقية بعدين إن احنا نتوسع في الدورات التدريبية، تكون في جميع محافظات سلطنة عمان. احنا اوريدي موجودين عن طريق الأونلاين، ولكن نكون بقى موجودين أوفلاين. دي الخطوة اللي جاية إن شاء الله. في أي خطوات توسعية بشكل مش بشكل رأسي، بشكل عرضي؟ يعني مثلا هل هتضيفوا مثلا لغات تانية، كورسات تانية؟ جميل. دايما أنا بشوف إن التخصص أحسن من كلمة زي ما احنا بنقول بتاع كله، ولكن بيجي في فترة لازم تكون بتاع كله. ولكن أنا دلوقتي حاسة إن قوة الأقسام، طبعا أثناء ترخيصي للمعهد كان مؤسسة تدريبية، ما قلتش بس إنجليش كورسز. فاحنا عايزين نتوسع في حاجات تانية، كورسات التسويق، كورسات في اللغة، كورسات الألماني دلوقتي بدأ يدخل هو والصيني. يعني في مدارس عالمية موجودة هناك بدأت إن هي تدرس الألماني والصيني. بدأت برضو إنك انت بتتعاملي برضو مع أجانب وعقليات مختلفة. الهندي من اللغات المطلوبة كتيرة جدا في الخليج بشكل عام. فاحنا واي نوت ليه ما ندخلش؟ دي معلومة دي. بالعكس، انت لما تروحي مقابلة شخصية في أي دولة في الخليج ممكن تكوني شاطرة جدا، بس واحد معاه اللغة الهندية دي شوية تميزه عن التاني. مش الهند أعتقد فيها لغات كتير قوي أصلا. هي في حاجة احنا بنقول عليها اسمها أردو. الأردو دي اللي هي بتبقى تقريبا بيتكلموا بيها باكستان والهند وكده يعني.
بس دي بتكون مميزة في الخليج لانك انت عندك نسبة من الجنسية دي الكتير. فخاصة للناس بتوع السيلز، لو انت جاي بتتكلم انجليش وعربي وهندي، واو واو جدا، حتى لو خبرتك قليلة بس هتعرف تتخاطب معايا. انا مثلا معايا حد هندي ما بيعرفش يتكلم عربي، لازم تدخل العربي لان احنا في دولة عربية. نفس الفكرة، حلو. انت كعربي بتتكلم مثلا مع بيزنس اونر هندي، يا سلام، ممكن اللغة الرسمية ما بيني انا وما بين الهندي هي الانجليش. طب افترض انا مش عايز اتكلم انجليش، او انا مثلا مش شاطر في الانجليش، فنعلمه برضو الهندي. فنقدر نقول ان خطة التوسع في تقسيم اللغات ايوه، لكن انا كان هدفي ان الاول اقوي القسم ده ان نسبة التشغيل منه عالية، وخلاص اكون خلاص اطمنت ان هو لوحده شغال، ابدا بقى اتوسع. لان برضو من الحاجات اللي انا حسيت ان في الاول غلطت فيها اول ما فتحت المعهد، اني انا كنت متحمسة جدا، فبدأت اتعاقد مع مدربين كتير في عدة تخصصات، فلقيت ان انا لا قادرة اركز في الانجليش اللي هو نسبة التشغيل عالي، لا وبصرف فلوس على الكورسز التانية، ولا ومش بجيب عدد. دي مش بسبب ضعف المدرب ولا ضعف الأكاديمية. ولما كنت أتكلم كان يقولوا لي لأن الأكاديمية لسه جديدة. طب ما الأكاديمية جديدة برضو في الإنجليش، بس أنا حسيت إن في الأول كان محتاج إن القسم ده طالما هي نقطة القوة أركز فيه. عامة أنا مبسوطة جدا بالحلقة. أنا كمان حاسة إن أنا طلعت بإنفو أصلا ليا أنا بشكل شخصي، وما شاء الله عليك يعني يا أميرة، نموذج مشرف سواء للمرأة المصرية والمرأة العمانية. طيب أخيرا بقى عايزاكي تنصحي تدي نصيحة لأي حد بقى عايز يبدأ في كارير إنه يبقى مدرب. طيب، هدي نصيحة بشكل عام وهدي نصيحة لموضوع المدرب. بشكل عام، أنا أول ما بدأت أفتح المعهد كنت متوقعة إن أنا محتاجة حد معايا، ودي من الحاجات اللي أخرتني. يعني المعهد ده كان المفترض يتفتح قبل سنة تقريبا. دي الحاجة اللي بتأخر أي ست، أي واحدة ست. يعني أنا برضو من الحاجات اللي أخرتني قوي في حوار شركة الماركتينج، إن محتاجة حد معايا. أنا أكيد محتاجة حد معايا، أصل أنا لازم هشارك حد بالظبط، وأقع في ناس غلط بالظبط، وأبدأ تاني. بالظبط. يعني أنا ممكن تكون خطوة المعهد دي كانت اتخذت بدري، بس هي بصراحة جت في وقتها برضو، بس أنا كنت مترددة. لا من ضمنهم الناس اللي انت كلمتك فيهم قلت لي لا خدي الخطوة على طول. كنت خايفة من فكرة لا في تراخيص كتير وفي تحديات هتواجهني، طب أنا عايزة كمان يكون حد معايا وكده. طبعا ما اقدرش ان انا انكر دعم اسرتي ليا ودعم زوجي ليا، واهلي كانوا جدا معايا، بس ستيل كنت محتاجة برضو حد يكون معايا في التخصص ويقول لي يلا 1 2 3. لقيت لا، يعني النصيحة اللي انا عايزة اقدمها، اذا انتي مش شرط انك تكوني انتي واثقة في نفسك اوكي، بس انتي مقتنعة ان لو حد معاكي هتقدمي او هتبني المشروع بتاعك، لا ابتدي عادي، اتس اوكي. لانك ممكن بعد كده تكتشفي لا انا ما كنتش محتاجة شريك. يعني انا في كابيتال اكاديمي الحمد لله ما عنديش شركة، ودي خطوة جدا جدا كويسة في البداية، انك تبني الاساس على اساسك انتي اللي انتي شايفاه من منظورك انت صح، خاصة لو انتي خلاص صاحبة خبرة في المجال. لكن دخول الشراكة هنا ممكن تكون في التوسع من خلال الاستثمار، انك تضيف مبلغ اضافي صح، لكن كشراكة ادارية لا، انت تكون الشريك الاداري او انت تكون الشخص الاداري الوحيد صاحب قرار. فلما تتحمل بالظبط سواء مساوئ او عواقب او حاجة تكون تبعك انت. فمن النصايح اللي عايزة اقدمها خاصة للبنات والستات او ايا كان الشباب، هي نصيحة مهمة جدا. ابدأ عادي، ابدأ. طب انا خايف ابدأ وافشل، طب مش على الاقل انت بدأت؟ انت في الحالتين كده انت فشلت، بس انت فشلت وانت بدأت. طيب بدأت وفشلت، حاول مرة تانية، ومش شرط تكون بقى المرة التانية تكون نفس الطريقة المرة الأولى. يعني أنا أول ما بدأت مثلا بدأت إن أنا أجر قاعات، طيب لقيت موضوع إيجار القاعات ده مش فايدة كويسة ليا، طب يلا ناخد برسنتج ما بيني وما بين المعاهد التانية، طب ما يلا افتح معهد. أنا إيه اللي مخليني رايحة أجر قاعات في معاهد أنا شايفة إن أنا اللي جايبة الطلبة وأنا شايفة أنا اللي مسوقة؟ طيب ايه بقى اللي يفرق ان هو والله عنده سجل تجاري وعنده لوجو ومرخص من وزارة التجارة والصناعة؟ طب ما يلا نبدأ. دي النصيحة الأولى اللي أنا حابة أقولها، ابدأ. تاني حاجة، بلاش تفتح مشروع على طول غير لما تدرس السوق. ودي وجهة نظري بقى في حاجة لو كانت في الأونلاين، خاصة الأونلاين. يعني مثلا
ما كانش ينفع افتح المعهد على طول من غير ما يكون اسم مثلا مس أميرة موجود في السوق، او يكون عندي قاعدة بيانات، او يكون عندي صفحة البيرسونال براند الموجودة في الاول. لان انت بتفتحي المعهد تاني يوم عندك طلبة، الطلبة اللي جاية تاني يوم دي مش جاية الكابيتال اكاديمي، هي جاية لمس أميرة صاحبة كابيتال اكاديمي، عشان كده الناس بتبقى جاية على الاسم الاول. فمن النصيحة اللي انا عايزة اقولها، ابني لك الاول البيرسونال براند، بعدينك بقى اعمل لك الشركة تبعك، بس الشركة دي تكون تحت اسمك عشان الناس واثقة فيك وجاية عشانك. فدي دايما من الحاجات اللي مثلا لو في واحدة عادية، انا عندي مثلا عبايات، انا عايزة افتح محل، اقولها طيب انت تقدري تبيعي العبايات اونلاين؟ اه اقدر. طب ليه تروحي تفتحي محل؟ بيع اونلاين، جمعي داتا، قيسي السوق، اعرفي فين التحديات، اعرفي الثقافة، اعرفي فين المشاكل، اعرفي الخياطين اللي هتتعاملي معاهم اللي ممكن يكون في الاول ده خياط غالي. لان انت لما تفتحي المشروع ما عندكيش وقت انك انت في الاول تجربي، انت لازم بنسبة كبيرة اول 3 شهور او 6 شهور ما يكونش في خطأ. ده بالنسبة يعني للنصايح اللي انا حابة اقدمها بس. بشكرك جدا، وانا كمان بشكرك وحلقة جدا. مثمرة وحلقة جديدة الصراحة يعني، وفايب سلطنة عمان. بالظبط بالظبط. وانا حابة اشكرك جدا، واشكر الفريق القائم على تنفيذ هذا البرنامج، وان شاء الله يكون لنا فرصة ان نتقابل بإذن الله بإذن الله. شكرا ليك، شكرا ليكم، وانتظرونا إن شاء الله في حلقة جديدة من مايند ماب.